اللي بيحصل اليومين اللي فاتوا مني او من اي حد يكون انه ضايقك، عشان عايزاكي دلوقتي ما تكونيش متضايقه وانا بتكلم معاكي وشايله. عايز اعرف بس مين اداكي رقم تليفوني؟ انا رقمي مش عندك. يعني اخدته من حد، اخدته من مهاب. اتفضلي قولي. بصي يا شاليمار، انا وانتي لو قعدنا اتكلمنا في انه مين، انه عمر عمل كده او عمر ما عملش كده، هنفضل نختلف، وانا ما كنتش موجوده، فانا همشي معاكي لحد انه يعني عشان ما نختلفش. انا بقول انه بريء وانت بتقولي انه مدان. بصي، لو هنبتدي الكلام بإدانة لأي طرف من الأطراف غير عمر أنا هضطر أقفل التليفون. بصي، أنا أول حاجة أنت كده حضرتك بداية الكلام بتخبطي في المباحث والنيابة والقضاء، وأنا ست سعودية أحترم هذا الوطن العظيم، وده قرارهم بعد اتهامي لعمر وبعد شكي فيه بعد ما جاب عنتر، وهم اللي أقروا ده. فلو حضرتك عندك أي اختلاف في وجهة النظر ضد بلدك وقضاء بلدك، انا مش ممكن اتكلم معاكي في حاجة. يبقى ما ينفعش تقولي عمل او ما عملش، نقول هو عمل لان هي دي الحقيقة، ولانه خد حكم، ولان المجوهرات كانت في بيته، وبناء عليه انا اسمع انت عايزة تقولي ايه. انا ما اعرفش انت مكلماني ليه بعد كل الكلام اللي انت قلتيه بالتزوير، اني انا اديتك حاجه. انا ما اعرفكيش اصلا عشان اديكي حاجه، وانا ما اعرفكيش علشان اديكي شنطه. مين اللي قال ان انت ده حبيبتي موجود في المحكمه واقوال المحكمه. يعني اللي انت حضرتك بتقوليه ده اللي بتنفيه دلوقتي ده موجود صحيح معايا في الورق. محامي يجيب لك الاخبار بتاعتي معايا يا حبيبتي في الورق. وخلال معرفتي بعمر 14 سنه انا لا عمري قابلتك ولا عمري شفتك ولا عمري شفت ان عمر اصلا قبلك. اقسم بالله ما انا قلت كده ابدا. طب ما انت لما تطلعي تقولي ان عمر بريء وانه خالد يسرق مين؟ يعني انت السيناريو ده جبتيه منين؟ ما هو ده برضو موضوع انت قلتيه، انت وفلانه وفلانه، ده قلتوه ازاي؟ ما هو انا عايزه اعرف اصل الموضوع كده. انت اتهمتي خالد فعليا ان هو اللي سارق، مظبوط؟ ان هو ايه؟ ان خالد هو اللي حرامي، انت قلتي كده. محدش قال ان خالد حرامي ابدا يا شيخه، ده في المحكمه اتقال كده. يعني يا حبيبتي انا ما حدش خد من بقي انه انا بقول انه خالد هو الحرامي ولا خالد هو اللي سرق. راجع الورق بتاعي. طب حضرتك يا بسمه متصله ليه يا حبيبتي؟ عايزه اخلص من الموضوع ده عشان عمر بيبوس. يرجع المجوهرات ويقول مين شريكه وانا حاضر اتنازل. يرجع المجوهرات. ليه بتقولي ان ليه شريك يا شاليمار؟ انا متاكده. اصل مش معقول كم الالماظات اللي اتسرقت دي عمر هيعمل بيها ايه تكفيه اليوم الدين يعني ما هو اكيد برضو لما يسرق رولكس ويسرق كارتيه واودمر بيجيه لازم يبقى في حد عنده عشان يخرج له الحاجات دي من البلد. مش دول طلعوا يوم ما راح؟ لا حبيبتي، في حاجات كتير ما طلعتش يا روح قلبي. لحظه بس. والسلسله الشوبار والحاجات الذهب والفضه اللي طلعت من بيته دي طلعت من بيته سيادتك، دي طلعت من بيته. ايوه. فلما نلاقي حاجاتي في بيتك تبقى سيادتك حرامي. انا اديله ليه؟ هو يعني معلش، انت بتدي راجل سلسله الماظ ليه؟ عشان ايه؟ طب ممكن تسمعي مني حبيبتي؟ وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه. بتجيبي سيره خالد يوسف ليه؟ طيب سؤال. الله، ما هو انا بدافع عن هو انت عشان تدافعي عن عمر تخربي بيت؟ هو انت عشان تدافعي عن عمر تخربي بيت؟ يعني اجيب لك تاريخك واتكلم فيه يا بسمه، احكي لك على قصص بقى كتير سمعتها من سين وصاد وعين والبسك في حيطه عشان انا عايزه ادافع عن حد المحكمه قالت ان هو حرامي؟ طب ما تيجي نقطع كل ده. تقطعي ايه؟ اطلعي على الهوا قولي انا اتقال على خالد يوسف كده من فلان وفلان وهم اللي مدبرين له هذه القصه. روحي خلصي قصه خالد والادانه اللي حاولوا يلبسوها في خالد وانا اتفاهم معاك يا بسمه. لكن اوعي على فكره، خالد انا عامله له توكيل بيع وشراء باملاكي كلها من 2014 بمالي وما املك. صح، لانه راجل محترم مش راجل حرامي. وقله الادب اللي اتقالت والسفاله اللي اتقالت دي انت واحده من المسؤولين عنها. الحاجات دي تروحي تشوفي بقى تعملي كوليزيوني بتاعك. احنا مش ممكن الكلام ده كله يتقطع. لا ما يتقطعش.
ما يتقطع، تقولي حقيقه المؤامره اللي اتعملت على خالد يوسف، ساعتها اقعد معاك. موضوع المؤامره ده ابدا. بقول لك ايه، ما انت كنت قاعده معاهم كشهود نفي، هو ايه اللي ما تعرفيهوش؟ امال مين اللي يعرفه؟ امي؟ الكلام الفارغ ده. انا كنت رايحه لحاجه ثانيه خالص. انت كنت رايحه لايه يا حبيبتي؟ كنت رايحه لايه؟ انا عارفاها، بشهد لواحد انا عارفه شخصيته. انت زورتي قدام المحكمه، قلتي ان انا اديتك شنطه فيها مجوهرات وفيها اكسسوارات. ما حصل. وين حصل يا بس؟ والله انا قلت انا اللي اديت. انت بتدخلي في خالد يوسف ليه؟ انت مال اهلك بخالد يوسف؟ المجوهرات. اسمعي يا بس، انا مين؟ هاتيلي. انت قلتي بتاع الافلام الاباحيه بره. طب هو بتاع افلام اباحيه، ما حدش برضه جه جنبك يا بسمه. ما هو حاجاتك تقيله برضه يا بسمه، واعرف كتير، والله اعرف كتير. انا بصي يا بسمه، انا ما بحبش فكره خرق القانون وخرق الاعراض. كفايه طرطشه. الطرطشه انتوا اللي عاملينها وانتوا اللي مسؤولين عنها يا بسمه. غصب عننا عشان لا اوعي. طب يعني انت غصب عنك تديني ناس، يعني انت تدين وانا عامله ازاي؟ وانا اللي مجني عليها وانا اللي مسروقه، وكتر الف خيرهم النيابه على القضاء، على الناس المحترمه اللي عرفت فيها ليه مصر واقفه على رجلها. الله، ايه الكلام الفارغ ده؟ انتوا قلتوا على خالد يوسف كلام، يقول لي عمر زهران يجيب لي المجوهرات، المؤامره تتكشف اللي عملتوها على خالد يوسف، اتنازل وما عنديش كلام تاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. أحبائنا أصدقاء قناة كوكب الشرق، تسريب قوي جدا وخطير فيما بين شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف والمذيعة بسمة وهبة. هذا التسريب جاء في مكالمة خاصة ما بين بسمة وهبة والسيدة شاليمار، صاحبة بلاغ سرقة مجوهرات بما يقارب 200 ألف جنيه من شقتها، واتهمت فيها المخرج وصديق الأسرة الأستاذ عمر زهران، وهو ممثل ومخرج كبير ومعروف، وهو هنا بيمثل صديق لأسرة الفنان الكبير خالد المخرج، وصديق للزوجة شاليمار. وكانت إحدى أبرز القضايا اللي تصدرت المشهد في مصر، وجرى تسريب مكالمة هاتفية بين شاليمار شربطلي زوجة خالد يوسف والإعلامية بسمة وهبة، واتضمنت المكالمة اتهامات متبادلة بشأن قضية سرقة مجوهرات بيتهم فيها المخرج عمر زهران المحكوم عليه بالسجن ل2 مع الشغل، وتقدر المجوهرات على حسب ما سمعنا من مواقع مختلفة ب 200 مليون جنيه، يعني حاجة كده قد ميزانية دولة صغيرة كده في أفريقيا تعادل لمدة عام. المهم ان اتهمت بسمة وهبة شاليمار بتشويه سمعتها وتسجيل المكالمة دون إذنها، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام، وفي المقابل ردت شاليمار باتهامها بالتزوير في شهادتها أمام المحكمة لصالح عمر زهران. وما زالت القضية معقدة جدا، وتداولت المواقع مواقع التواصل تسريب على نطاق واسع جدا، وكل الناس زعته، وده اللي خلاها مادة دسمة للنقاش العام. قالت بسمة انها عايزة انهاء مشكلة عمر زهران، وده خلال التسريب، واشارت الى انه يمكن يموت في المحبس بتاعه بسبب حالته الصحية. فردت عليها شاليمار وقالت لها ازاي ان هي تطلب ده بالرغم من انها زورت شهادتها امام المحكمة على حد قولها. ونفت بسمة خلال المكالمة تزوير شهادتها، مؤكدة انها لم تقل هذا الكلام، وان شهادتها كانت فقط ببراءة زهران. وقضت بسمة
وأضافت كمان المذيعة بسمة وهبة إن هي كذبت في شهادتها، وإن هي زورت شهادتها، وأكدت إن هي ما قالتش الكلام اللي ادعته شاليمار، وإن شهادتها كانت فقط ببراءة عمر زهران. وتحولت المكالمة بعد كده إلى حالة من الغضب من جانب السيدة شاليمار، وقالت لبسمة: أنت اتهمتي زوجي خالد يوسف بسرقة المجوهرات، ليه ذكرتي اسم خالد يوسف وبتقولي انه سرق المجوهرات؟ انت عايزاني اخرج لك تاريخك الاسود؟ تاريخك الاسود كله عندي، انا اعرف كتير جدا، ولكن ما بحبش ان انا اخرق القانون. واضافت شاليمار ووجهت كلامها للاعلاميه، وقالت لها: اطلعي على الهوا وقولي مين اللي بيدير المؤامره ضد خالد يوسف. انت زورت شهادتك امام المحكمه، وانا عندي توكيل عام لخالد من سنه 2014 بكل ما املك من اموال، لاني بثق في خالد جدا، وهو راجل متربي ومحترم. دي كان ملخص التسريب اللي حصل ما بين شاليمار وبسمة وهبة، اللي حقيقة قضت كل التسريب بالاسترحام لشاليمار، ولكن على الجانب الآخر وبمعلمة شديدة شاليمار خدتها يعني فرد والتاني وكوي يعني واضح ان السيدة شاليمار ما شاء الله على درجة عالية من الذكاء، وعرفت ترد على بسمة وهبة من غير ولا غلطة واحدة تؤخذ عليها. ان شاء الله احنا متابعين القضية، لان القضية مهمة جدا، وهنبقى نوليكم بكل النتائج اللي بتعرض علينا من خلال المحاكمة. شكرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.